استاذ شقارة، الاغاني ديالك واش كتكتبها انت او كتجيك جاهزه كيكتب لك شي حد، ام هي تراث موجود كتستعمله؟ كنستعمل اولا، بدات بتراث قديم خليت منه من بعض القصائد الملحون وغيرها، ومنها مالك بن نونان من تطوان. رؤيت بنونه هذوك هما اللي كانوا كيلقنوا هاد القصائد. نعم. هذوك وانت بنت وانت انت اذرى. تنظن بانه اللي ميز سي عبد الصادق شقاره هو تطوير الاغاني اللي استمدها من القصايد الجزائريه. نعم، من الاسر الجزائريه اللي كانت هاجرت، جابوا قصائد كلاسيكيه. نعم. في هذا الدور نعم. ديال الفن اللي قلت لك انا الصفار رؤيت بنونه، هذوك هما اللي كانوا كيلقنوا هاد القصائد. نعم. هذوك يعني وما هي المدارس اللي تاثر بها بزاف؟ الجزائر الجاره ديالنا مثلا كان نعم. مولود عبد الرحمن الحراش والعلقه. نعم. بالقصائد ديالهم. نعم. كان كيمشي بزاف للجزائر تعرف عبد الصادق شقارة بعشقه للقصائد الجزائرية. هاد القصائد اللي استمد منها أعمال كثيرة أداها رفقة جوق المعهد الموسيقي لتطوان، واللي قام بتأسيسه سنة 1957. من بين الأعمال اللي كانت متميزة للفنان عبد الصادق شقارة هي قصائد الزنداني. هذه القصائد اللي جات مع الأسر الجزائرية اللي هاجرت جراء الاحتلال الفرنسي في القرن التاسع عشر، واستوطنت معظم استوطن مدينة تطوان، وجابت معها يعني بالإضافة إلى بعض مظاهر الحياة اليومية جابت معها هذه القصائد هذه. كان مولع بالاغاني والقصائد الكلاسيكيه الجزائريه. كان دائما كيعجبو الدحمه الحراش، القصيد ديالو دائما معاه، ود العلقه. هادو جوج الناس كان كيحبهم بزاف، وكان كيتمتع بديك الاغاني ديالو بالموسيقى ديك الجمل الموسيقيه الحلوه ديالهم. فمن ثم الوالد دار يوظف هاد مجموعة من النغايم، حيث أداها بإتقان كبير جدا، وتأثر بها سواء في الأداء، وكذلك هاد الخصوصيات اللي كيتميز بها الطابع الجزائري ظهرت من خلال الأداء ديال الأستاذ عبد الصادق شقارة في الآلة الأندلسية.